السلام عليكم خوتي الرجويين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اولا الخوت كنبغي نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. ثانيا الخوت غنرجع معكم لقضيه عبد الله خفيفي. كيف ما شفتوا الخوت في الفيديو اللي فات قلت لكم ان خفيفي كيطلب 500 مليون العام باش يلعب مع الرجاء. ناضوا المريقيه جهلوا، السماصريه جهلوا، لا خفيفي باغي غير 390 مليون والزيات باغي يعطيه غير 380 مليون. دابا حنا غنساو ان بيروين كان كيتفاوض مع خفيفي على 450 مليون. نساوها، غادي نساوها، غنمشي معاهم على قد هضرتهم. واخا سيدي خفيفي باغي غير 390 مليون. خفيفي شحال كيتخلص للشهر؟ نديروا ليه غير 5 المليون، نديروا هو غيتخلص غير في 10 شهور هي 50 مليون. بحال ولات القيمه ديال خفيفي في العام 440 مليون. خفيفي طالب متغيرات بالقيمه ديال 50. كتبدا المتغيرات كتبدا من 50 مليون سنتيم مغربيه، يعني شحال؟ 490 مليون. اضافه لي بونيس هي شحال؟ هي فاتت 500 مليون. من تنطلع خوت نقول لكم ان خفيفي طالب 500 مليون في المجموع، خصكم تفهموني شنو تنقصد، وخص المريقيه السمساره الحليقيه خصهم يفهموا شنو تنقصد. خفيفي راه 500 مليون 550. خفيفي 550 مليون ما غيحيداش ليه الطبيب. في حاله ما الرجاء حققت الاهداف، في حاله ما الرجاء حققت الاهداف ديال الموسم الجاي ان شاء الله، خفيفي راه غادي تبقى معنا ب 550 مليون العام. هذه اللي باينه واللي واضحه. نعطيكم انا الخوت مثال بواحد اللاعب كيلعب في الدوري البرتغالي، لعب بولي فالون. اول حاجه كيلعب اريير دروا، كيلعب ميليو دروا، وكيلعب ايليا دروا. العمر ديالو 28 سنه. القيمه السوقيه ديالو 4 المليون ديال الاورو. لعب عنده عرض من سامبدوريا في السيري بي. الا قلت لك ان هذا اللعاب طالب قل من خفيفي ما غتشيقنيش. لعاب قيمته السوقيه 4 المليون ديال الاورو. هذا اللعاب هذا شحال كيتخلص للعام الخوت؟ كيتخلص 380 مليون مغربيه للعام. يعني الخوت هاد اللاعب غيتقام عليك ب 550 مليون للعام. لاعب في عمره 28 سنه، لاعب بوليفالون، كيلعب 3 بوست، لاعب كيماركي لك بيوتا، كيعطيك دي زاسيست، لاعب قيمته السوقيه 4 مليون اورو، غيتقام عليك ب 520 550. المهم خلاصه القول الخوت، قضيه خفيفه فضحات بزاف ديال الامور، بلا ما نبقاو نهضروا. راه الا جينا نهضروا على بولكسوت ونقارنوهم على راس زبر راه كارثه. المهم الخوت خليونا من هاد المواضيع هادو. وبالنسبه للناس اللي خرجوا كينتقدوا الموضوع ديال التشبيب او سياسه التشبيب، راه المقصود بها الخوت هي الاعتماد على مركز التكوين. حنا بغينا فرقه تجيب لنا العصبه، خصنا الدراري ديال المدرسه والدراري ديال السونتر دو فورماسيون. ولكن واش هذا العام غنعتمدوا على المدرسه والسونتر دو فورماسيون فقط؟ لا، ولكن ابتداء من هذا العام غنبداو نعتمدوا على الدراري ديال السونتر. واش غير بوحدهم؟ لا، غيكونوا انتدابات ان شاء الله، وغيرجعوا اللعابه اللي مشاو بريط. نعطيكم مثال بسيط. ابار انتدابات، انا غنجي نهضر على الانتدابات وغندوي لكم على الاسماء المطروحه. عندنا اسماعيل الكوري. اسماعيل الكوري لعاب اللي جبناه من الاكاديميه، جابوا الزيات من الاكاديميه. حنا كنا كنقولوا شنو كنا كنقولوا علاش ما يعطيوناش اللعابه في الاكاديميه؟ من حنا واش ماشي مغاربه؟ دابا ها هما عطاونا اللعاب ديال الاكاديميه وما عطاونا ثلاثه. حنا غنشوفوا غير اللي فالابل فيهم، اللي 100% فالابل. راه كاين شعنون فالابل حتى هو، ولكن حنا غنجبدوا اللي 100% فالابل، اللي كما كنقول لكم ديما ركزوا على اللعاب اللي كيكون في خط تصاعدي. واخا يكون الخط ديالو مستقر، لا يقدر يجي وينزل، يقدر يجي ويصعد. ولكن اللعاب اللي في خط تصاعدي الا جا وما نجحش معاك راه انت اللي كتحمل المسؤوليه، انت كاداره رياضيه كتحمل المسؤوليه. كما قلت لكم اسماعيل الكوري في خط تصاعدي. عندنا ديالنا هاد الدري ملك ديالنا، ملك الجمعيه. علاش ما يطلعش ليكي بروفيسيونيل؟ واش ما عندوش الحق في الكونطرا ديال الشركه؟ علاش؟ حيت ولد الشعب، حيت ما عندكم ما تسمسروا فيه. ما يطلعش واخا عنده ارقام، ما يطلعش واخا تكوين ممتاز، فورماسيون ديال الاكاديمي ديال محمد السيس وفورماسيون ديال الرجاء، لا ما يطلعش بحال هاد اللعاب ما يطلعش. انا من هذا المنبر كنقول الاداره الا كنتو فعلا غادي تنهجوا السياسه ديال التشبيب، فراه الاولويه اسماعيل الكوري، الاولويه لمن اسماعيل الكوري وليحيى ايكاز. بطبيعه الحال انا كما دافعت على الزبير والمشخشخ ودرت فيديو خاص بالمشخشخ، غادي ندافع على الدراري هادو. الدراري ديال السونتر غندافع عليهم، اللي عنده ارقام راه غندافع عليه، حاجه باينه. ندافع عليه سواء من الاداره سواء من الجمهور، لاننا حنا بغينا ولاد الشعب. راه العصبه غنجيبوها بولاد الشعب، وغنجيبوا انتدابات ضروري. ما تقولش لي انا انتدابات، لا، انتدابات كاينين وفي المستوى ان شاء الله. وانا عطيتكم مثال باللعب لارا زابار. حتى الا جينا الخوت نهضروا على الانتدابات وعلى الاسماء اللي مطروحه على الرجاء وعلى اللعابه اللي من المحتمل ان المدير الرياضي يتواصل معهم، اسماء الخوت محترمه. انا غنعطيكم امثله، ما بطبيعه الحال ما غنعطيكمش امثله باللعابه اللي كتفاوض معاهم الرجل لانهم ما كيعلم بهم الا الله سبحانه وتعالى والناس اللي كيتفاوضوا معاهم بطبيعه الحال. اول لاعب غنبدا به الخوت هو لاعب انغولي كيلعب في الدوري الصيني، لاعب سابق ديال فيتوريا غيماريتش. هذا اللاعب هذا كيلعب حاليا في الدوري الصيني، عنده ارقام محترمه. وعلى فكره الخوت هذا اللاعب هذا بعتو فيتوريا غيماريتش للدوري الصيني تقريبا بشي 180 مليون بحال هكاك، شي 180 الف اورو. هادشي باش تباع.
راه تنقول لكم ان اللعابه ديال البطوله ديالنا راه كيطلبوا شي ارقام ما كايناش حتى في اوروبا، في اوروبا ما كايناش. اما الهضره اللي خرجات على لاعب برازيلي لاعب برازيلي لاعب برازيلي، كاين اخوت واحد اللاعب برازيلي مطروح على الرجاء اللي هو اندري كولفيس، لاعب معروف كيسجل اهداف كيعطي دي زاسيست، حتى هو مهاجم. القيمه السوقيه ديالو في المتناول، الرواتب او المطالب ديالو حتى هي في المتناول. نشوفوا واش الاداره غتفاوض معاه ولا لا. كتبقى الكلمه الاخيره للاداره، اللاعب راه غيتطرح عليها، ولكن واش غتحسم الصفقه ديالو ولا لا، لانه لاعب في المتناول. كاين عاوتاني الخوت واحد المهاجم اسباني جنسيه، افريقي هو اسباني جنسيه، مامور نيانغ، لاعب 18 ماتش في دوري الدرجه الثالثه البرتغالي، مسجل 10 وعاطي 3 اسيست، لاعب 1384 دقيقه حسب موقع ترانسفير ماركت بطبيعه الحال. تقول لي تتفق معايا الرجاء تجيب لعابه من دوري الدرجه الثالثه ولا لا؟ انا بالنسبه لي دوري الدرجه الثالثه اللي طلع لنا رونالدو وطلع لنا برناردو سيلفا واللائحه طويله نثق فيه، ولكن بشرط اذا كان اللاعب اسبوار. المهم الخوت، كاينين الخوت انتدابات المستوى ان شاء الله، اضافه للانتدابات المحليه ابرزهم يونس الدحماني. الرجاء حاليا كتفاوض مع يونس الدحماني، راني قلتها لكم، هو الاسم الوحيد اللي عندي، اضافه للبوفتيني. البوفتيني باقا ما كايناش عليه شي هضره، لكن يونس الدحماني كاين عليه هضره موثوقه. اما باقي اللاعبين اللي كتسمعوا فقط راه اسماء مطروحه على الاداره ديال الرجاء، منهم ايمن مريد باقا ما كاين معاه حتى شي حاجه، غير باش نكونوا واقعيين الخوت، حيت خرجت واحد الهضره كتقول لك لا حكا راه حسموا مع الخلوفي. قال لا راه ماشي الخلوفي اللي مقصود، راه ايمن مريد اللي مقصود. هذا هضره ما كايناش الخوت لحد الساعه. كاينه هضره على ان اللعابه اللي غيجيو لعابه عندهم علاقات مع المدير الرياضي بطبيعه الحال، يعني غنشوفوا الاولويه للعابه اللي دازوا في الدوري البرتغالي، ولا اللعابه اللي من المحتمل انهم يمشيو من افريقيا للبرتغال، اللعابه اللي عندهم عروض في الدوري البرتغالي بالعربيه قبل ما يمشيو للدوري البرتغالي غنشدوهم حنايا، ونزيدوا عليهم الدراري ديال السونتر على راسهم اسماعيل الكوري بطبيعه الحال، ونزيدوا عليهم الانتدابات المحليه بحال الدحماني والبوفتيني مثلا. ان شاء الله الرجاء غادي توقف على رجلها وغادي توقف على الصح. راه روجيريو ماتياس الا ما كنتيش غطلع عليه الدراري ديال السونتر غادي يمشي في حاله، هذه باش نكونوا متفقين عليها. بالنسبه قضيه بالعودي كما كنعرفوا سدوا عليه التسمسيره الاولى ديال الرجاء سيتي. انا بغيت غير نسول بالعودي، هاد الناس هادو منخرطين اللي جاو غيديروا مشروع بالقيمه ديال 20 مليون ديال الاورو وربما يوصل حتى 30 مليون ديال الاورو، علاش خليتونا غارقين هاد السنين كامله؟ علاش ما عتقتوناش في 2015 و2016 و2017 و2018؟ باش ما عتقتوناش في 2022 و23 و24 و25؟ حتى جات مرسى ماروك عاد بنتو عاد خرجتو هي المريقيه الحليقيه، هو راه غير الروبين تسد، نتوما اصلا ما عندكم حتى فلوس الحمام، هو الروبين تسد عليكم ما بقى لكم فين تسمسروا. السمسيره الثانيه اللي حرمناها على بالعودي هي قضيه خفيفي، والتسمسيره الثالثه والخطيره خوت ركزوا معايا. علاش انا خليت هاد الفقره هذه حتى الاخر؟ راه هما ما بغاوش الرجاء تعتمد على التشبيب، ما بغاوش الرجاء طلع علينا الدراري ديال السونتر. علاش؟ عندنا مثلا يحيى ايكيز، ولا مثلا خلينا يحيى ايكيز دابا مسيني كونترا بروفيسيونيل، عندنا مثلا اسماعيل الكوري فالابل ياك. شنو غيديروا هما السماسريه؟ هما خصهم يحيدوا اسماعيل الكوري من السونتر ديال الرجاء، يجريو عليه ما يطلعش ويمشي لشي فريق اخر ويفرض راسو في شي فريق اخر، وتولي الرجاء كتعطيه فيه 500 مليون 600 مليون وما تقدش تجيبو باش هما يتسمسروا. هما شنو غيديروا؟ غيلعبوا دور البطوله، زعما هما غيرجعوه للرجاء، غيرجعوه بشحال؟ غيرجعوه ب 600 مليون 500 مليون وغيبقى لهم فين يتسمسر. اما الا لعاب باقي يساوي 10 المليون وطلع ليكيب سينا كونترا بروفيسيونيل فراه ما بقى لهم ما يتسمسروا. المهم هذه وحده من بزاف ديال الطرق اللي كيتسمسروا بها في الرجاء. خلاصه القول الخوت، الحمد لله الروبين تسد، الحمد لله الرجاء رجعت للشعب.